بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وأتم صحة وأحسن حال. أنا رحاب يحيى ودي قناتي. لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان بإذن الله قناتنا تكبر بيكم. طالعة بقى فيديو النهاردة مخصوص بتلكك كده وعاملة روتين بسيط في غرفة الجلوس وروتين في غرفة البنات، علشان أقول لكم إن لازم تقفوا جنبي، وأي حد يشاهد الفيديو يعمل لي لايك وكومنت حلو منكم يشجعني أقدم محتوى أفضل. يلا بينا كده نعمل الروتين بتاعنا. هرتب بقى غرفة الجلوس اللي يعتبر نضيفة زي الفل، ما فيهاش أي حاجة، أصلا كنت منضفاها من كام يوم، بس عايزة أدردش معاكم شوية وأتكلم معاكم. حابة أعمل شوية ديكورات حلوة، حابة أعمل أحط كده طابلو كده حلو كبير على الحيطة بتاعة الغرفة، بس أنا من النوع اللي ما بحبش أخرب في الحيطان. عندي كده وسواس إن أنا أخرب في الحيطان أو أعلق أي حاجة على الحيطان. تمام. وبعد ما شطبت شقتي فأي حاجة كده إنها تركب ولا أي مسمار يتدق مش حابة. فالمهم الفرش طبعا زي ما انتم شايفين، كنت عاملاه معاكم قبل كده قصاه، يعني جايبه قماش جلد مقلوب وقصاه كده بالمقص بدون اي حاجه، والفرش بصراحه حلو خالص. الجلد المقلوب ده من غير اي سرفه ولا اي حاجه، بتجيبيه وتقصيه وبتحطيه على الركن او الانتريه عندك. بحسه اشيك من اي فرش تاني اللي هو بيبقى ايه، يعني اللي هو بيبقى مطرز ده وكده. البطاطس برضو حلو، بس ده بيبقى حلو على الانتريهات، تحسيه كده ان هو ايه، تبع الانتريه نفسه او تبع الركنيه نفسها. انصحكم ان انتوا تجيبوا قماش جلد مقلوب، وكمان لو كان نفس لون الفرش اللي عندكم، يعني مثلا الانتريه تجيبوا له نفس اللون بتاعه قماش جلد مقلوب وتحطوه كبيضات، بيبقى منظر حلو وشكله جميل ومحافظ برضو على نظافه ايه الانتريه او الركنه. وطبعا ده الشغل بتاع مشروعي اللي ببيعه من المنزل، اي طلب كده بنزله للدليفري في السبت، ربنا يا رب يوسع ارزاقنا جميعا. ده طبعا من التراث المصري القديم. ده راجل عطار، وزي ما انتم شايفين بقى العطاره جنبه وكده. بحب الصور دي قوي. بصوا دول بقى بياعين الاقمشه في حي الازهر. بصوا ماسكين سجاد. ودول برضو مش بياعين الاقمشه، بياعين الكليم والسجاد. بصوا بيصور بيصور. بصوا حلو ازاي المنظر ده. دي بقى عجبت محمود. والله قال لي بتبص لي، ما قدرتش اسيب البرواز وامشي. بصوا قال بصالي، قال بعينيها كل ما اروح كده اروح كده بصالي، راح مشتري البرواز على طول. والله صح يا. بصوا بقى ده يا رب الراجل ده بيعمل ايه، على ما اظن بيصنع اللي هي الالات الموسيقيه بتاعت زمان، اللي هي المزمار والحاجات دي. حلو خالص برضو المنظر ده. ده بقى اسمه المهنه دي اسمها ايه، اللي هي الارابيسك، اللي بيعمل منه الشكمجيه بقى وشغل بقى الترابيزات والطبلوهات. بصوا برضو المنظر ده حلو خالص. بصوا بقى ده الناس بتوع الفخار. المنظر ده حلو خالص. ده على فكره ممكن اعلقه هنا، بس البرواز ده على فكره حجمه كبير. يعني استنى اوريكم الفرق ما بين ده وده. بصوا ده صغير وده الحجم الكبير. بصوا بقى البرواز الجميل ده، ولا خليه بعدين اوريه لهم لما اجي اعلقهم. لا دلوقتي. بصوا البرواز ده نظامه كده ان هو ثلاث قطع. ثواني كده لحظه، ده شكله معمول غلط كده. تمام. القطعه الثالثه هي اللي في النص دي كده. لا مش كده. مين قالك الثاني؟ يا سلام. لا دي اهي كده، وبعد كده الثالثه دي. ده طبعا لو علقته هنا كده في حيطه ممكن يليق، هيبقى كله كده ورد ورد. ودي طبعا مكمله ليهم. حلو. المهم بقى نشيل الحاجات دي من هنا وبعد كده نكمل الفيديو. وهنا في الركن ده حاطه الشغل بتاعي اللي ببيعه اونلاين، حاطاه كده هنا على جنب في مكان كده مضمون، عشان اي حد يطلب مني اوردر ديليفري انزل السبت على طول يعني واكيس الشغل.
طبعا صورت معاكم الفيديو اللي فات العجوة، ضفت بقى المشبك والملبن. تمام. وايه تاني؟ والبلح بقى، جبت بلح برضو نوع حلو خالص ما شاء الله. ربنا ان شاء الله يرزقنا واياكم بكل خير. بعد بقى ما رتبت الركنه وكده طلعت فوق، حضرت الغدا ومعايا صلصه كنت بعملها بجهزها. فنزلت بقى لقيت البنات ايه مبهدلين المكان وقاعدين فيه وكده. طبعا اوحش حاجه في غرفه الجلوس لما بتكون مفتوحه على الصاله ان العيال بقى بيبقوا داخلين طالعين عليها، فدايما بتتبهدل. انا نفسي بصراحه ابلعهم ان هم يدخلوا المكان ده. المهم بقى اعذروني عشان واخده دور برد وتلاقوني مخنفه معاكم فمحدش يتريق عليا. فالمهم بقى، بصوا الفرو الجميل ده اللي حطاه على الترابيزه تحفه تحفه. كنت جايباه من فتره من القاهره واخترت اللون الغامق ده يعني وفي الاخر طلع ان هو حلو كده ويليق على ايه، ويليق على غرفه الجلوس. كنت ناوي اجيب الفرو الاوف وايت بس غشوه جدا، غير غير الفرو اللي كان لسه طالع وكان ناعم كده وكثيف. تحسوا الفرو بقت صناعي، لو حبيتوا ان انتوا تغسلوها بيبقى منظر الفرو بعد الغسيل شكله مش حلو. النوع بقى اللي جبته حلو جدا، غسلته مرتين طالع بصوا كأنه زي الجديد بالغسالة. وطبعا انه لونه غامق كسر عندي شويه اللون في غرفه الجلوس بالالوان الكتير اللي انتوا شايفينها بقى الاخضرات والفوشيوهات دي. فمهدي الدنيا شويه يعني. وطبعا فرشه في الارض زي ما انتوا شايفين الكليب بقى بتاع زمان. بحب اي حاجه زي ما قلت لكم تخص زمان. فحسيت اكتر حاجه لايقه طبعا على المكان الكليب. انا بفرش كنت حافظات ملونه، هي يعني مش لايقه وبهرجه فوق البهرجه. بس هو المتوفر عندي حاليا. وكل يعني شويه الواحد بيبتدي بقى يجيب الحاجه اللي هو يعني عايزها. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللي وصل بقى لحد هنا ما ينساش يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتعملي كومنت حلو يشجعني اقدم محتوى افضل. بصوا بقى فرشت المفرش على الترابيزه، وكنت جايبه برضو القماشه اللي هي اللي اسمها فتافيت السكر او الترتر دي، لونها ذهبي وجلاب بتتجلب على اسود. يعني لو حبيت ان انا اخليها كلها اسود ينفع، بس انا بعمل لها كده تمويه اسود في ذهبي بحيث برضو ان تكسر اللون، ما يبقاش كل حاجه كل حاجه زي ما انتوا شايفين ذهبي ومستردة وفوشيا واخضر. فحسيت برضو القماشه دي كنت جايباها عشان اعمل منها خداديات، فحسيتها برضو حلوه على الفرو كده كمفرش. بحطها كده واكشكشها زي الهوايه كده، وبعد كده اروح الفها حلزونه. الفها حلزونه كده يعني زي المروحه بتبقى حلوه فوق الفرو. وجايبه بقى قطعه فرو صغيره بحطها برضو على الكتف بتاع الركنه، برضو بتعمل منظر حلو. انتوا برضو قولوا لي رايكم في المنظر العام يعني اللي انتوا شايفينه، لو في اي تعديل قولوا لي عليه وانا هعمله. بصوا بقى الركنه دي انا كنت مختاره الوانها من كام سنه، بس ما كانتش ليا، كان جوزي بيبيعها في المعرض بتاعه كده، فكنت مختاره الوانها من ضمن الوان الركن انها تتباع. فانا وقتها كنت بايعه التري بتاعي وكنت عايزه اجدد، وقلت برضو براحتي ما كنتش طايقه اشوف وشه. اشوف وشه عندي في الغرفه. وكنت حاطه سجاده كده في الغرفه وخداديات، وقلت براحتها اجيب اللي نفسي فيه. فلما لقى محمود الموضوع طول وانا مش مختاره، لان انا كنت حاطه في بالي حاجه يعني فخمه وغاليه. فمحمود قال لي يا رحاب خد الركنه دي ادي بيها الغرض، وبدل ما المكان يبقى فاضي لو حد جالك يعني هيقعد على الارض. فانا اقتنعت. فانا ليا كام سنه بعد ما اقتنعت الركنه دي عندي الحمد لله. بس طبعا ده فضل كبير ونعمه طبعا يعني من عند الله سبحانه وتعالى ان معايا ركنه زي دي، مش بقلل منها يعني. بس انا اقصد ان انا كان نفسي في حاجه غير كده يعني. بس طبعا اهاليها كام سنه عندي بتاع اكتر من 3 سنين والله، والحمد لله حلوه ومبهجه كده في المكان. وهيجي يوم ان شاء الله اجدد واعمل اللي نفسي فيه. اللي عايزه اوصله لكم ان اي حد نفسه في حاجه لو حطها في دماغه ان شاء الله هيعملها، بس مش لازم يعني في يوم وليله. فاهمني؟ في اي وقت ان شاء الله كده الامور تتيسر وتتظبط، وفي طبعا اولويات بتبقى في الحياه. فكل حاجه هتيجي بس بهداوه كده وبصبر. بصوا بقى البرواز ده زي ما انتوا شفتوه كنت هحطه على الكومودينو، وبعد كده حسيته مش عاجبني برضو كنت هحطه على الكنبه كذلك. واللزق بتاعه فيه دبل فيس من ورا ما لزقش كويس معايا، فحسيت ان هو انسب مكان ليه في الركن ده مع الكومودينو المضيء ده والشمعه اللي هي بتاعت زمان اللي هي اسمها البلوره ولا اسمها الشمعدان بتاع زمان ده. على فكره الشمعدان ده اثري فعلا يعني من ليه سنين. تمام. مش عارفه بقى ليه 50 سنه ولا 60 سنه ولا 70 سنه، فعلا ليه سنين كتير يعني. بس محمود عمل فيه غلطة كده بوظ لي فيه حاجة. الحتة اللي من تحت دي كانت بلونها الأساسي، كانت المفروض إنها تتصفر أو تتلمع، فإديناها لون كده بوهية.
هحاول ان انا اقشر وارجعها زي ما كانت يعني. دخلت بقى غرفة البنات وقلت لازم ارتبها النهارده واخليها لهم حلوه وافرحهم بيها. بصوا بقى الكنبه دي اللي كانت عندي برضو من كام سنه وما دهنتهاش لحد الان. هوريكم دلوقتي الكليب، الشغل اليدوي. الشغل ده كنت بشتريها من القاهره لما سافرت المره اللي فاتت، وعرضته عندي برضو ان انا ابيعه كده في عندي في الجروب وكده. لو عجبكم ان شاء الله ممكن، ولقيت عليه طلب ممكن اوفره لكم تاني. فالمهم عجبتني الكليبه دي، طبعا دي شغل يدوي، تقيلة جدا والوانها مبهجة زي ما انتم شايفين، حلوة خالص. فقلت بقى اجربها على الدكة، لو نفعت ممكن احطها على الدكة، هي على فكرة ما بتتفرش اصلا في الارض يعني. فقلت اجرب لو نفعت احطها عليها. جايباها ليا كام شهر اخر مرة يعني لما سافرت القاهرة، وما طلعتهاش من الكيس والله غير دلوقتي لما بصور معاكم. وجايبه برضو كام كليبه تاني هبقى اوريهم لكم برضو في الفيديوهات الايام اللي جايه. فالمهم قلت تجربه على الكنبه، لو نفعت اخليها. زي ما انتم شايفين حلو خالص وتقيله جدا. فلقيتها برضو مش نافعه على الدكه وكده. فهرتب بقى الغرفه وهفرش بقى للبنات فرش حلو يدفي لهم الاوضه. جايبه غرفتهم لحافين حلوين خالص على شكل بجعه، كنت مصوراه في فيديو من الفيديوهات من فتره كبيره. اللحافين دول ما فرشتهمش غير مره واحده بس، وكل شويه تيجي افرش يعني مفروشات تاني مش بفكر افرشهم. المهم زي ما انتوا شفتوا انا مغيره مكان السرير بتاع الاطفال، حطاه في الجزء ده عشان مخليه البلكونه اللي كانت مهدوده دي من ورا مخليها زي ايه، زي خزين مفروشات وحاجات تخص غرفه الاطفال وحاجات مخزناها. حابه ان انا اجيب دولاب في غرفه الاطفال بس مش عارفه احط مكانه فين. كنت عايزه اقفل اللي هي البلكونه من الجنب ده اللي هو فيه الترابيزه الخضر دي اللي انتوا شايفينها، اقفله دولاب، وفي الجنب برضو الناحيه التانية اقفله دولاب، بحيث ان كل يعني واحده فيهم يبقى ليها دولابها الخاص بيها وحاجتها. وفي نفس الوقت برضو يبقى في الاخر كده الدولاب في الضرفه اللي فوق خالص تبقى خزين ليا، بدل ما ايه، بدل ما احط يعني كراكيب وخزين في اللي هي الحته اللي ورا السرير دي، لان انا برضو مش مرتاحه لها بصراحه نفسيا. تمام، عايزه اغير السرير، فحاسه ان السرير برضو بداري اي حاجه وساند اي حاجه انا حطاها. وحاطه برضو كراتين كراتين يعني صيني وحاجات زي كده. اللحاف ده جميل جدا ولايق خالص على على الستاير بتاعت الغرفه والوان الغرفه، شكله حلو. الحاجة الوحيدة تقريبا اللي في المفروشات عندي في غرفة الأطفال اللي بتبقى ماشية على ألوان الغرفة وديكور الغرفة اللحافات دي. عندي بقى الحافظة القديمة دي حلوة يعني تقيلة كده وبتدفي المكان، هفرشها على الجنب السادة. بستسهل جدا الحافظات في الفرش، برغم ان اغلب الحافظات ما بتبقاش لايقه اصلا على الفرش اللي انت حطاه، بس بتبقى حلوه بقى في غسيلها ومش مش صعبه يعني زي السجاد وكده، تحطيها في الغساله وكل كام يوم براحتك وتطلعيها زي الفل وتفرشيها. حطيت البوف ده كده لونه كشمير في الركن ده برضو لايق على المكان. فجبت بقى الحافظه دي، هي رسمه ايكيا، حلوه خالص بس خفيفه. يعني ما ينفعش تفرشوها من غير يعني لازم يكون تحتيها حافظه تقيله او سجاده تقيله، عشان لو فرشتوها على كده هتتزحلق. وفعلا حصل معايا وكنت هتكسر، بس الحمد لله يعني ايه، ربنا سترها. الحافظه دي كنت بشتريها عشان افرشها في المطبخ فوق بعد ما هعمله ان شاء الله فرش كده جديد وستاير جديده. فلما فرشتها حسيتها لايقه خالص على على اللحاف وشكلها حلو في المكان. فممكن يعني افرشها في المطبخ كده لحظه الفرش، وبعد كده ابقى اجيب من المطبخ واحده تاني يعني تكون تقيله، عشان ما افرش يعني حاجتين في المطبخ، فاهمني؟ واخلي دي لغرفه الاطفال. انا مش عندي سجاد، بحب افرش الحافظات، وان شاء الله برضه هبقى اجيب سجاد في يوم من الايام، بس بستسهل برضه الحافظات حلوه وسهله طبعا في الغسيل، تحطيها في الغساله كده بسرعه وبتتغسل وبتطلع معاكي زي الفل ما بتتعبكيش. غير بقى السجاد بتشيلي همه، عايزه تغسليه بره عايزه تغسليه جوه، فسهله جدا بتبقى الحافظات. بصوا بقى الكليمه دي كنت جايباها برضو من ضمن الكليم اللي جبته، الخيوط بتاعتها قطيفه ناعمه جدا وبصوا تحفه. فجربتها على المكان حسيتها لايقه على الفرش، اللون الكحلي بقى والتركواز واللون الروز، فحسيتها لايقه جدا انها يعني ومناسبه على الفرش اللي انا فرشاه. فهخلي ان شاء الله كده مكانها على الدكه دي بدل ما بفرش الحافظات اللي هي الخفيفه عليها. يا ريت بقى تقولوا رايكم في التعليقات، شكلها حلو يعني بالمنظر ده والخداديات اللي عليها ولا لا. حطيت بقى الخداديات من الجنب السادة بتاعها البيج، وعندي برضو الخداديات اللي هي الفوشيا دي
تنسوش بقى تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في ترتيب غرفه الاطفال والفرش اللي انا فرشته فيها. جبت بقى الكليب الشغل اليدوي اللي جربتها جوه، حطيت هنا بقى الكليب اللي هو بتاع زمان ده اللي لونه بيج، اكتر حاجه مناسبه عندي فرش الصاله وغرفه الجلوس اللي هو الكليب ده. باجي بقى الحفاظات اللي هي لونها كشمير والاحمر والكلام ده كله، فشغل لخبطه. بفرشه طبعا، بس اكتر حاجه مناسبه للواحد لو جاله ضيف او كده والالوان بتاعته تبقى مرتبه اللي هو الكليب ده. فالمهم الكليمه اللي في الصاله صغيره، حطيتها كده على جنب، وحطيت في الدخله بتاعه القرش اللي هي الكليمه الجديده دي. ايه رايكم فيها؟ شكلها حلو ولا ايه؟ اي تعليق كده ولا اي تعديل قولوا لي في التعليقات، وان شاء الله هعدل اي حاجه باذن الله. حاسه ان شكلها حلو، واول مره كده احس ان المكان في الصاله كده مظبوط مع غرفه الجلوس شويه وغرفه الاطفال قدامها. فيا ريت تقولوا لي رايكم. المهم بقى جت اللحظه الحلوه بتاعتنا، لحظه المعطر. اي حد بيحب اللحظه دي. دخلت بقى عطرت المكان، المعطر ده ريحته حلوه خالص. محمود جابهولي، كنت اول مره اجربه بس ريحته جميله ومميزه. جايباه من عند العزازي. فبصوا هنا برضو الركن ده حلو كده وجميل. اللحظه دي كانت جميله خالص. الواحد بقى خلص والمكان مترتب. هو المكان عامه ما كانش فيه حاجه كتير قوي، وكان سهل لان انا كنت برضو مرتبه يعني. من كام يوم كنا مرتبين المكان ومخليينه ايه زي ما انتم شايفين. فالمهم بصوا ايه رايكم؟ حلو كده المكان. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوش بقى يا بنات تشجعوني وتعملوا لايك حلو للفيديو واشتراك في القناه عشان باذن الله قناتي تنور بيكم. يلا بقى اقول لكم اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.